السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخنا فارس. حياك وبياك. كل عام وانت طيب. والطيب وصحة وعافية. يتقبل مننا ومنكم وجميع الحاضرين صيامنا وقيامنا. اللهم آمين، اللهم آمين. يا رب. أول شيء حبيت أسلم عليك وبارك لك بالعيد. الله يسلمك. الله يسلمك. والثاني طال عمرك، أنا حلمت قبل رمضان وفسرت لي، الله يكتب أجرك، وفعلا الحمد لله تحقق الحلم. سبحان الله. فيش قلت لك؟ سبحان الله. قلت لي إن شاء الله راح تتزوج وسألت، أعطيتك الحلم حقي، قلت هل أنت تفكر في الزواج من مرة ثانية؟ قلت لا. أنا وقعت يعني كنت تقول تستبعد هذا الشيء ووقع. نعم، ما كنت عامل حسابي لو 1%. سبحان الله. عشان تعرفون أنا يعجبني الرؤى اللي دائما، الرؤى اللي تقولون مستحيل وتقع، هذه أنا أنبسط فيها. تدري ليش؟ لأن خلاص الرؤيا ترى تبين. إذا يعني ما أتكلم لأني أنا بشر أصيب وأخطئ، لكن المعبر عندما يقول لك شيء وأنت تستبعده ويقع، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وحذاقة. واقرأوا إذا ما تعرفون، اقرأوا في ذلك أنه إذا المعبر صاحب الرؤيا استبعد شيئا فوقع، فيدل على حذاقة المعبر، وأسأل الله أن أكون كذلك. نعم. الله يجزيك خير ويكتب أجرك. والله يا شيخ هذا الحلم اللي يوم حلمته وقلت لي على الحلم، أنا ما جاء في بالي والله ولا 1%. وقلت إيش فارس التفسير هذا صح؟ والله بالعكس، لا سبحان الله، والله العظيم، شوف ما طلب مني دين. إن لما اتصلت علي هي بنفسها ثاني يوم أو ثالث يوم من الحلم بعد ما فسرت لي إياه، فكانت ردة فعلها بكلام ما توقعت 1%. قالت إذا أنت تبغانا نرجع جيب الشيخ وتعال لنا. سبحان الله. قسما بالله بدون أي شروط أخرى. سبحان الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله تستاهل. وانا اظن قلت لك ان في واحده بتعرض نفسها، ولا نسيت والله؟ لا الحلم طال عمرك، أنت قلت لي، أنت سألتني قلت زوجتك جنبك، قلت لا، قلت كنا أنا وياه منفصلين وانفصلنا بسبب انه ممكن كان بينه وبينها حسد وعين، والحمد لله تعالجت انا، ولا باقي بالنسبه لها هي، فكان باقي لها يعني علاج وما علاج. قلت اذا كان انت ما تفكر يعني ما في يعني زوجة ثانية، وان شاء الله لكم رجوع ومن هذا الكلام. الحمد لله تستاهل الخير. الحمد لله، الله يطول عمرك والله يكتب اجرك. ويأمن. الامر الثاني طال عمرك، انا حلمت والله حلمين، بس عندي حلم يعني زي ما تقول شويه ودي اعرف تفسير، الله يسعدك. اللهم اجعله خير. اللهم امين يا رب. حلم طال عمرك كاني جالس في مجلس او صاله كبيره، انا واثنين من اخواني وثنتين من اخواتي، وكنت احط زي ما تقول مائده، يعني حاط الاكل على الارض، واخوي الصغير اللي جالس، واختي، واخوي الكبير جالس على الكنب، واختي الثانيه جالسه على الكنب. فصدر لي زي ما تقول كان طلع لي نمل من الارض، فقاعد انا اكنسه واقول بسم الله بسم الله بسم الله، يعني قاعد اذكر الله واقول لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لين ما ازلت هذا الشيء. في الاخير زي ما تقول قاعد وانا قاعد اكنس، والحمد لله النمل راح من عندي كامل. نمل. اي نمل كله، بعد ما انا قاعد اكنس واذكر الله في كل مره امسح اكنس اسم الله ما وقف من لساني لحد ما ازلت النمل هذا كامل. وزي ما تقول كان في زي الطفل مر ومعاه زي ما تقول كيس الفلين المفكوك هذا اللي زي التراب، الله عزكم الله، الفلين المفتت. فكان وانا اكنس كذا، وكان جاء الفلين هذا على حواجب وعيون واحده من اخواتي اللي جالسين. فانا استغربت من هذا الحلم بس، وسلامتك. الله يسلمك. اختك هذه كم عمرها؟ عمرها اللي جاء عليها الفلين هذا تقريبا يمكن عمرها في 50 هي 49. عندها سكر؟ لا. طيب شوف، اولا انتم عندكم ورث؟ ورث لا، كان اول في ورث وقد وزعنا علينا الكل. اي بس باقي عندكم في حق باقي لكم؟ لا. الذي يظهر لي فيه حق، اول شيء الرؤية تدل على امر مائدة هنا، في حق لكم مأكول مأخوذ، هل أخذ منكم حق؟ ما اذكر، لا والله. نعم،
لأنك أنت قلت هنا مائدة. ايوه يعني اكل، نعم حطيت أكل ثم قلت نمل. الذي وقع في نفسي هذا حقوق مأخوذة أو مأكولة منكم، هذا حق سواء ورثا أو غير ورث، في شيء لكم قديم للأسرة، فهمت؟ ايوه قد يرجع، أنت لو جلست مع نفسك نعم قد يرجع، لأنك أنت قلت مائدة نعم وأرضية على الأرض ونمل يؤكل نعم. ثم كنست. قد يكون هناك أمور عندكم أنتم في اليمن. لا انا في السعوديه. لا أنت من أهل اليمن. لا انا من ابها. أنت سعودي. اي نعم. المعذرة منك طال عمرك. لا نعم. مالك. طيب أنا بسألك سؤال، هل أنتم عندكم أراضي أو حقوق أو شيء؟ في عندنا ارضيه كبيره بس ما تعدى عليها؟ لا. طيب ممكن يكون يعني بالنسبه في عندي عمي قاعد زارع فيها زرع بسيط. وفيها زرع يعني أخذ منكم. ايوه بس انا عارف ان هذه حقتنا، بس انه هو زارعها عشان نحافظ عليها بس. طيب الذي يظهر لي هذا حق لكم، قد يكون في بادئ الأيام القادمة، لأن قلت أنت أرضية، معنى أنكم بيكون في عندكم تراضي على حقوق أخذت منكم، الأمر الثاني أختك هذه خلاص. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم، يظهر لي أنها تحتاج إلى رقية. أيوة. نعم هي صراحة قد قالوا عندها مشكلة في الدم، أو أحد أبنائها يعاني من مشكلة في دمه. لا الذي يظهر لي قد يكون عندك هذه اللي وضع لها الفلين قد تحتاج إلى رقية، قد يكون عندها بعض الأمور في الدم لا قدر الله، والله أعلى وأعلم. الله يجزيك خير ويكتب أجرك إن شاء الله يا شيخ. طيب أقدر أعطيك الحلم الثاني ولا منع للإحراج؟ اي والله كرما منك. خلاص آسف، شكرا لك والله، يعطيك العافية وبيض الله وجهك. الله يحفظك. كثر خيرك وجمل حالكم، الله يعافيك. الله يحفظك. شكرا يا قناديل الرحمة. والله الأخت من اليوم صراحة قناديل الرحمة حريصة على مسألة أنها تحطنا في الصدارة، فأنتوا ساعدوها صراحة، صاعدوها. هي ما قصرت، هي صراحة لم تقصر.